تتجه الأنظار هذا الاثنين إلى ملعب زكريا المجدوب بمدينة البيض، حيث يستضيف مولودية البيض فريق شبيبة القبائل في قمة منتظرة ضمن الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. مولودية البيض الفريق الصاعد بقوة والذي يقدم مستوى راق جدا هذا الموسم، يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة، ويطمح إلى تحقيق فوز جديد يعزز مكانته في مقدمة الترتيب. الفريق يمتاز بانضباطه الدفاعي، حيث استقبل 19 هدفا منذ بداية الموسم، ويعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم سيكون عنيد. في المقابل يدخل شبيبة القبائل المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويعيش فترة ممتازة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث فاز في 4 من آخر 5 مباريات لعبها. شبيبة القبائل تملك واحدا من أقوى الخطوط الهجومية في البطولة بتسجيلها ل34 هدفا حتى الآن، وتطمح لمواصلة الضغط على ثنائي الصدارة. مواجهة الذهاب بين الفريقين شهدت فوزا كاسحا لشبيبة القبائل بثلاثية نظيفة على أرض ملعب حسين آيت أحمد بيتيزي وزو، ما يمنح أبناء المدرب الألماني زيمباور أفضلية معنوية. لكن المولودية ستكون عازمة على رد الاعتبار على أرضها هذه المرة. المباراة تعد اختبارا حقيقيا لطموحات الفريقين في الجولات الأخيرة من الموسم، بين فريق يحلم بمقعد قاري والآخر يريد إنهاء الموسم في مركز مشرف. من يظفر بالنقاط الثلاث؟ هل ستواصل شبيبة القبائل زحفها نحو القمة، أم يكون لمولودية البيض رأيا آخر فوق ميدانه؟ كل هذه الأجوبة سنكتشف هذا الاثنين في مواجهة لا تقبل القسمة على 2.